الذاكرة الفنية لا تنسى كمان دور موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. على قد رقته اللي كنا بنشوفها وألحانه وعزوبته، على قد ما غنى أغنية رائعة لفلسطين بعد مذبحة دير ياسين اللي هي علامة فارقة في تاريخ الكيان المحتل. المذبحة دي حصلت 9 إبريل 48 على إيد الصهاينة. الأغنية كانت بتقول وكلكم عارفينها: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. كمان كان في فنانة نصها للأب مصري ونصها للأم لبناني، ما هو كان وحدة عربية في كل حاجة، حتى الناس كانوا بيتجوزوا من بعض مصر ولبنان. هي كانت بتعتبر حرب فلسطين سبب ظهورها، وده لما شاركت في التمثيل في فيلم فتاة من فلسطين اللي تم إنتاجه بعد اندلاع الحرب مباشرة، وشاركها فيها الفنانين حسن فايق وصلاح نظمي ومحمود ذو الفقار. أفلام جايز ما تعرفوهاش، لكن كانت تاريخ في القضية وفي مسار الفن ومتابعته للقضايا الوطنية. كان فيها أغنية تانية اسمها إيه؟ في ناس ممكن تكون لسه فاكراها: يا مجاهد في سبيل الله. أفلام وأغاني وحركة ثقافية كانت بتدعم فلسطين، كل المصريين بيدعموا فلسطين، ما هو ده دور الفن برضه، ده غير التبرع للمجهود الحربي، حفلات يلموا أجرها عشان يتبرعوا للمجهود الحربي. كل ده حصل من فنانين مصريين كتير جدا.